السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير ان شاء الله، تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحه جيده وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وان شاء الله تكونوا مدوزين نهاركم زوين بحالكم. المهم البنات، هذا الفيديو كيف ما كتشوفوا معايا بديت معكم ديريكت اختي في هذه الكيكه اللي صايبتها البنات. واحد الكيكه عاديه ولكن خطيره، كتجي طالعه وزوينه بزاف. عرفتوا البنات، كنت هذا النهار كنوجد اختي الفطور، ايوا وقلت غادي نشارك معكم ان شاء الله، حيتاش فقت شويه صراحه بكري. ايوا وجدت اختي الفطور ديالي على بكري. المهم هنا البنات درت كيف ما شفتوا معايا 3 ديال البيضات يكونوا بحراره الغرفه. ديما البنات البيض يكون بحراره الغرفه، يعني ما تديروش البيض من الثلاجه. بزاف البنات ما كتطلع لهمش الكيكه، وراه بزاف يعني كيكونوا البنات يعني مبتدئات وداكشي ما كتطلع لهمش الكيكه. خص يكون البنات البيض بحراره الغرفه. الحليب مثلا كنت ديري فيها الحليب يكون بحراره الغرفه، فهمتوني البنات؟ المهم انا درت 3 البيضات، درت تما كاس لاروب ديال سنيده، ولكن الكاس الكبير هذاك الفنجان ديال القهوه البنات الكبابر. درت كاس لاروب ودرت شاسي ديال الفاني، ودرت البنات هذاك الياغورت بالنكهه ديال الفاني. صافي وغادي نخلط مزيان مزيان غير بالفوي ديال اليد. مع هنايا كان الصباح البنات ما بغيتش ندير الباطور، واصلا انا ما كنخدمش بزاف الباطور، كنخدم هذا الفوي ديال اليد بزاف. المهم غادي نحرك مزيان داك المكونات حتى كتحسوا بداك سنيده بدات شويه كتذوب. وهنايا البنات غادي نزيد كاس لاروب ديال الزيت، زيت نباتيه. انا البنات استعملت هذا الكاس هذا، وتقدروا تستعملوا كاس ديال اتاي، الكاس يعني ديال اللي كنشربوا فيه اتاي، تستعملوا كاس عادي يعني. انا هنايا استعملت هذا الكبابر ودرت كاس اللاروب. المهم الكيكه البنات كتجيني انا كبيبره شويه. منين كندير هذا الكاس هذا فنجان، كتجيني الكيكه كبيبره شويه، وداكشي اللي كنت باغيه. حتى انا كنت باغيه الكيكه تجيني كبيبره، حيتاش المول عندي كبابر على المول العادي يعني الصغير. هذا اللي غندير فيه دابا، عندي كبابر شويه. صافي البنات هنايا غادي نزيد كاس ديال الحليب. الكاس ديال الحليب البنات درتو عامر مزيان، والحليب كيف ما قلت لكم يكون بحراره الغرفه، ما يكونش من الثلاجه وديريه في الكيكه ديالك. ودرت البنات هنايا قبيصه ديال الملح غير صغيره. انا ديما في الكيكه اكثريه البنات هاد الكيكه العاديه راه كندير فيها قبيصه ديال الملح، كتعطي واحد لوغو زوين صراحه. صافي هنايا البنات نبدا كنزيد في الطحين هكا شويه بشويه. والطحين غربلته من قبل، من الاحسن الطحين منين كنغربلوه كيجي كيتخلط لنا في الكيكه بسهوله، وفي نفس الوقت الكيكه ديالنا كتجي طالعه وزوينه، حيتاش الطحين حتى هو كيساعد في هذا الشيء البنات منين كتغربليه. صافي غنبقى كنزيد شويه بشويه الطحين. وانا هاد الكيكه ما كنخليهاش يعني كما كنقولوا بالدارجه جاريه. كنتقل شويه الخليط ديال الكيكه، كيجي شويه تقيقل. وصافي البنات هنايا درت 2 خمارات ديال الحلوى، هادو فيهم يمكن الوزن ديالهم 8 غرام كنظن، يعني المجموع 16 غرام. صافي غادي نخلط مزيان مزيان البنات المكونات. وغادي ندير هنايا معلقه ديال الحامض ولا معلقه ديال الخل العادي. انا درت هنايا هاد الحامض البنات كيعطي صراحه واحد لوغو زوين. وتا الا كان عندكم الحامض يعني حامضه هكا تقدروا تعصروا حامضه. عرفتوا البنات راه كتعطي واحد لوغو خطير في الكيكه صراحه. وماشي كتعطي غير لوغو، راه كتساعد في انها الكيكه تطلع. شفتوا منين كتديروا الحامض مع الخماره البنات راه كيبدا كيتفاعل. هذاك التفاعل اللي كيتفاعل راه كيطلع الكيكه منين كتدخل الفران. الفران هنايا بطبيعه الحال كنت شاعلاه، انا كنت شاعلاه كيسخن من قبل. وغادي منين ندخل الكيكه ديالي غادي نخليه على 180 درجه. عرفتوا البنات انا الفران ديال الضو كنطيب فيه هو اللي عندي اصلا. راه كندير الكيكه غير من الفوق، كنشعل عليه على الكيكه يعني غير من التحت، وكتبقى الكيكه تما حتى كتخيلوا معايا كتطلع وكتحمر من التحت ومن الفوق، وهي مشعول عليها الفران غير من التحت. هنا البنات خديت هذا المول، هذا المول مسكين راه مدوز معايا. هذا المول راه قديم عندي. عرفتوا البنات دهنته بالزيت وشويه ديال الطحين، ودرت الكيكه ديالي طيب. شوفوا معايا البنات الكيكه كيفاش جات. هنا راه تبردات، عاد اختي وريتها لكم، عاد شاركتها معكم. عرفتوا راه جات رطيبه وفنه وجات طالعه. وبالنسبه لهاد الكيكه هذه البنات راه كنت درتها ما صورتهاش معكم. هاد الكيكه هذه ديال الشكلاط هذه البنات فيها 3 ديال البيضات، كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت والفاني.
ودرت فيها الكاكاو، ودرت فيها البنات الشوكولات. درت فيها الكاكاو يعني بودر، ودرت فيها الشوكولات حتى هو مذوب. عرفتوا البنات راه كتجي زوينه، كيجي المذاق ديالها كله شوكولات. ودرت فيها هذا السيرو اللي فيه حتى هو غير الحليب والكاكاو والفاني حتى هو. عرفتوا البنات كنخليه كيغلي، وكندير فيه حتى معلقه ديال النسكافيه وكنخليه كيغلي، كيجي زوين بزاف. عرفتوا هاد الكيكه ديال الشوكولات كتجي شاربه داك السيرو معلكه فنه. المهم انا كنت كنوريكم اختي الكيكات ديالي كيفاش جاو. هذيك الكيكه خليتها سامبل هكاك، حيت كاين اللي ما كتعجبوش الكيكه مزوقه. والكيكه الاخرى درت فوق منها غير شويه ديال المكسرات هكا مهرمشين وصافي، وخليتهم اختي على جانب. ودزت نصايب الحريشات الفطور اختي، ضروري نصايبوا الحريشات. هاد الحريشات البنات اللي كنديرهم بالحليب، درت فيهم درت هكا المكونات يعني الجافه. درت السميده، درت شويه سنيده، تقريبا معلقه صغيره سنيده، معلقه صغيره د الملحه. ودرت البنات نص ديال الخماره ديال الحلوه، ودرت الراس د المعلقه ديال الخماره ديال العجين. انا البنات كنستعمل هذيك الحبوب، كنستعملش ديك الخماره المعجونه الاخرى صافي. ودرت البنات معلقه ديال الزبده، وتقريبا معلقه ديال زيت نباتيه. وكنبقى كنبسس داك السميده مزيان مزيان تتقاس كامله بداك الزبده والزيت. وعاد غادي البنات نخلطها بالحليب. عرفتوا البنات هاد الحريشات كيجيو زوينين. ودرت فيها البنات شويه تقريبا واحد الراس د المعلقه ديال الفاني، كيعطي واحد لوغو زوين في هاد الحريشات. المهم صافي عجنتهم بالحليب وخليتهم البنات كيشربوا شويه داك على ما السميده تشرب شويه. راكم عارفين السميده راه كتشرب دغيا داك السوائل. صافي البنات. وهنايا من بعد ما خليتها شربات شويه داك الماء، صافي بديت كنكورها بحال هكا. انا صراحه الحريشات الصغار دغيا كيجيوني ساهلين اكثر مع هاد المقيله. كنشد هكا بحال اللي خديت لهم البنات انا العبار هاد الحريشات، كنهز شويه ديال هكا كميه يعني كنقدها في السميده، كنقدها غير في يدي، ما كنحطها لا في داك الطبسيل لا والو، كنقدها بحال هكا غير في يدي. وراه هاد المقيله البنات راه ما كتلصقش، غير انا كيعجبني ضروري ندير هكا السميده في الحريشات باش كيجيو هكا حريرشين، ما كتجيش الحرشه ملسه. حيت شحال هذيك كنت كنطيب الحريشات في هذه المقله بلا ما نديرهم في السميده، كنشد ديريكت العجينه ونديرها في المقيله. ولكن داك الحريشات كيجيو مولس، ما كيجيوش حرش حريشات يعني. ايوا صافي دابا وليت كنديرهم هكا في السميده، وعاد كنديرهم يطيبوا. صافي راه دغيا كيطيبوا. هنايا كنت كنقلبهم هكا بداك التحتاني ديال المعلقه. كيتقلبوا صراحه بسهوله، حيتاش هي كيطيبوا كيتزعزعوا من بلاصتهم، هي كيشدوا راسهم كيتزعزعوا. هاد الشيء باش كتعجبني هاد المقيله صراحه، ما كتلصق ما حتى شي حاجه، كتجيني ساهله. المهم هادو هما الحريشات اختي اللي وجدت الفطور. هذا هو الفطور ديالنا. هذيك الرزيزه البنات اللي جابت لي صاحبتي راه مازال عندي، درت لهم البيض بالخليع، ودرت لهم البيض عادي للوليدات، والمسمن شويه د البتي بان والشناك، وداكشي اللي قسم الله اختي. خارجه قلت ضروري غادي نصور البنات، عرفتوا كلشي هو بقيت غير انا قلت ضروري غادي نصور لكم اختي. نصور هنا البدايه ديال الفيديو باش منين نخرج لبرا نصور لكم. غادي نمشيو ان شاء الله للسوق هذا النهار. ها انتم اختي اللبسه هذا النهار لبست هاد اللبسه البنات الكحله، عرفتوا كتجي زوينه صراحه في اللبسه، كتجي عريضه. المهم ما تديوش على الفراش، طويناها وحطيناها تما. كنبغيش نضيعوا الوقت بزاف في الدار. فطرنا صافي، درت داك المعينات يتغسلوا صافي وحنا خارجين. شوفوا معايا شحال هادي ما درت البنات هاد الشال ديال الالوان هكا، درت هاد الشال ديال الحرير كيجي صراحه زوين في اللبسه مع كلشي كحل وفيه هو اللوينات. ودرت هاد الصويك بلو مارين. ايوا صافي اختي وصلنا ديالها غنلبسها كحله ويلا معايا. المهم الحقيق ديال البنات اللي صايبوا لي اختي، شوفوا الخيوط ديالو فين خارج. يلا البنات معانا اختي في هاد الخريجه. شوفوا اللي ضربت شيئين منين هادو حمر. نتوما جينا لهنايا لسه كتقطع. شوفوا البنات هذا راه ما كاينش في هذا اختي. بومبرغ 25 درهم. هذا اللي ما كاينش كتاخذوا من هنايا، ما هادشي موجود عندكم. تقداو شويه نعمروا ابرار. شوف اختي الطاسات بالجراير، هذه ب75 درهم. الوليدات صغارين زعما يديروا لها هكا. غنشوف. ها انتم الكبارين هي 75.
99 وهذا 75. صراحه هاد النهار ما صورت لكمش بزاف البنات هكا في اصلا ما نكذبش عليكم ما دخلناش للسوق حيت كنا عوالين نمشيو للسوق. وفاش دخلنا هنايا لهاد سوبر ميركادو عرفتوا البنات راه جلسنا اختي تما راه بقينا تما عرفتوا بقينا كندورو فيه ندورو وتقدات لو ستي بزاف د الحاجات كانت باغيه تقداهم صافي. وهنايا خرجنا اختي كنقلبوا فيه قالوا لي فين نتغداو قلت لهم يلا اختي لواحد الريستورون عاد فتحات هي مده باش فتحات ولكن انا باقا ما مشيت لهاش. هاد البنات هاد الريستورون ديال كالامار وشت بزاف البنات كيهضروا عليها في فيسبوك وقلت لهم الا بغيتو تمشيو اختي لشي بلاصه جديده يلاه نمشيو. ولكن حنا وزهرنا يا تعجبنا يا ما تعجبناش. المهم هنايا فاش كنا دخلنا بغيت نصور لكم الموني حيت انا براسي البنات شي مرات كندخل شي فيديو كيعجبني نشوف الموني كيعجبني نشوف الاثمنه باش نكون عارفاهم عاد نمشي. المهم هنا كنت كنصور لكم وطلبنا داكشي اللي كنا باغيين ناكلو. وصراحه البنات عرفتوا الماكله ما نقول لكمش والله الا عجبتني بزاف الماكله عندهم زوينه فنه يعني مقارنه مع ريستورات اخرين اللي غاليين هنا في الناظور. راه عرفتوا الماكله ديالهم فنه بزاف انا عجبتني ما نكذبش عليكم. هانتوما البايله نعم هاد البلا ديال الرقاق واعر هذا زوين هاد الرقاق ديال بنتك هذا داك معاك صراحه الماكله عندهم واعره بصح هاد البلا ديال الرقاق شهاني صراحه. جينا البنات لجهة البحر كورنيش. شوفوا الماء ديال الكورنيش فين واصل. البحر هايج اختي شفتوا الجو هنايا زوين البنات. عرفتوا فاش جيت لهنايا تفكرت الصويره كان البرد عرفتوا. دابا واخا هانتوما شهر 9 دابا هنايا في الناظور وما كاينش داك البرد اللي كاين في الصويره تبارك الله في شهر 8. ولكن اختي انا راه ديك المدينه حمقاتني هذيك مدينه الصويره الجميله. هانتوما جيت انا حدا البحر هما راهم ليها كيلعبوا البازاويز كيلعبوا في الالعاب. ايوا صافي البنات بقينا جالسين اختي حدا الكورنيش شويه كلينا الكبال جلسنا شويه. المهم فوجنا تهاودنا اختي. ايوا صافي جينا للدار قلت لهم ندير لكم اختي بغيت ندير لهم صراحه عشاء اخر ولكن اختي ما بغاوش قالوا لي دير لنا غير شي حاجه خفيفه غير للدراري حيت هما ما بغاوش. ايوا قلت ندير لهم لي بات حيت لي بات قلت لكم لي بات حيت الوليدات راكم عارفين كيعجبوهم لي بات وبغيت نديرهم هذا النهار بلا صوص بلونش كيجيو زوينين وخفيفين البنات. المهم درت تما في ديك الكوكوط درت المقارونيه كتسلق من بعد ما سخن الماء يعني درت شويه ديال الملحه شويه ديال الزويته وغسلت لي بات بطبيعه الحال ضروري نغسلهم البنات درتهم تما يتسلقوا وصافي دزت هنا البنات درت هاد المقيله درت فيها شويه ديال الزويته وغادي ندير فيها البنات صدر ديال اللادند ولا ديال الدجاج اللي بغيتو. المهم في هاد الوصفه ديروا عرفتوا البنات لي بات بهاد الطريقه كيجيو معلكين وواعرين وما فيهمش عرفتوا راه فيت في زعما راه دغيا وجدتهم صافي. المهم غادي نخلي داك هكا داك الدجاج كيتشحر هكا شويه غنزيد عليه شويه د المليحه وشويه د الابزار شويه ديال السكينجبير صافي هادشي اللي غندير. وغندير البنات الثومه بودر هي اللي غادي ندير صافي. هادو هما العطريه اللي كندير في هاد الدجاج زعما عرفتوا البنات وراه كيجي لوغو ديالو زوين بزاف. انا ما نكذبش عليكم انا بعدا العطريه بزاف راه ما كتعجبنيش داك العطريه د الحوت العطريه د الكفته العطريه عرفتوا البنات كنت شريتهم واحد المره تخيلوا معايا رميتهم اكثر هي العطريه د الحوت عرفتوا جاتني فيه واحد الريحه في شكل ما عجبتنيش نهائيا. انا كيعجبني كنفضل هاد العطريه هذه العاديه ديال النسكينجبير اللي بزار هاد الشيء. المهم الخرقوم هاد الشيء العطريه العاديه هي اللي كنطيب بها. وهنايا البنات داك الصدر ديال الدجاج
منين تشحر مزيان زدت عليها البنات هنايا الكروفيت، وداك الكروفيت راه كيغطي على المذاق ديال الدجاج. عرفتوا البنات راه كيبقى غير المذاق ديال الكروفيت، حيت الكروفيت اصلا المذاق ديالو مجهد، هو مجهد على الدجاج. صافي كيبقى غير المذاق ديالو. صافي غنخليهم البنات يتشحروا شي شويه، هي لما داك الكروفيت هكا تدخل فيه شويه طيب، حيت دغيا دغيا راكم عارفين دغيا دغيا كيطيب، ما غاديش نخليه حتى يبقى كيطيب ويعاود حتى ييبس، هي شويه. صافي وغادي نزيد البنات لاصوص بلونش، يعني اي نوع ديال لاصوص كيعجبكم. انا صراحه كيجيبها لي غير راجلي، كل مره كيجيب لي نوع، والله الا كل مره كيجيب لي نوع، يعني كنقول له جيب لي صوص بلونش كل مره كيجيب لي نوع في شكل. المهم انا كيجيوني كلهم مذاق واحد، ما نعرف حتى اختي. المهم كاينين غير اللي شويه كتحسي بها شويه ثقيله، وكاين اللي كتحسي بها يعني سائله بزاف. هادشي اللي كيجيني انا اللي فيه التغيير. المهم هنايا زدت البنات لاصوص بلونش، وكنحرك مزيان مزيان، غير تغلي واحد شويه هكا، تبقبق واحد شويه صافي، ونطفيو عليها ونكبوا عليها اختي لي بات ديالنا. ولي بات بطبيعه الحال اي نوع ديال لي بات. انا هادوك الفيس طلعت لي في الراس، درت لهم هذه اللي ما عرفت كي دايره. المهم هذيك اللي درت لهم راه غتشوفوها معايا في الفيديو. المهم هادشي اللي كاين البنات في هذه المرحله. الا بغيتو تزيدوا شويه ديال المعدنوس حتى هو راه كيعطي واحد لوغو زوين، ولكن اختي الوليدات راه ما كيعجبهمش. انا عرفتوا المعدنوس داكشي النعناع داك التخربيق كامل راه ما كيعجبهمش يشوفوا هكا شي لون من غير اللون ديال لي بات. وهذا ما كان البنات. عرفتوا عجباتهم صراحه، عجباتهم مقارونيه بهذه الطريقه. شوفوا البنات، واش نتوما بحالي كتكونوا باغيين ديروا كميه كتصدقوا دايرين كميات؟ عرفتوا انا كنت باغا ندير لهم هكا، يعني الكميه اللي ياكلوا صدقت دايره. عرفتوا شحال؟ عرفتوا راه لي باد بقاو لي درتهم في واحد الطاسه، خليتهم تنصايبهم للبنات هكا منين يجيو ماشيين للمدرسه، ندير لهم عليهم هكا لاصوص وداك الشيء. وهنايا البنات زدت شويه ديال الفرماج احمر من الفوق، وهذا الفرماج احمر كيعطي واحد التعليكه راكم عارفين اختي، ما نقول لكمش عليها. المهم حركت هكا شويه صافي، وغادي نحط لهم في الطبيصلات. ودرت لهم البنات تبريد ديال اتاي. صراحه انا ما كنتش باغا ناكل لي بات، بغيت نشرب اتاي. صافي درت واحد البرير ديال اتاي، المهم حطينا داكشي ميلونج، المهم خلط فوق الطبله. اللي قد على شي حاجه ياكلها وصافي اختي، باش ينوضوا ينعسوا. باش اختي راه تابعنا نهار اخر ان شاء الله. المهم هادشي اللي كاين البنات، وكنتمنى هاد الفيديوهات اللي كنحط لكم يكونوا كيعجبوكم، يكونوا خفافين على قلوبكم. كنشارك معكم النهار ديالي كيف ما كيدوز كنشاركو معكم. وما تنساونيش اختي من لي جيم ديالكم والتعاليق والبارطاج البنات. الا بغيتوا القناه اختي تزيد للقدام، بارطاجيو الفيديوهات مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم، علاش لا. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، والله البنات كتفرحوني بزاف على التعاليق اللي كتخليو لي ومهم شكرا لكم بزاف. هنا البنات كنت كنحط لهم صافي، درت لهم هكا في الطبيصلات، كل واحد الطبيصل ديالو. وشوفوا معايا منين كنجي كنهز البنات لي بات، شوفوا التعليكه اختي ديال لي بات كيفاش دايره. عرفتوا راه غير من المنظر اختي ديالها راه باينه جايه زوينه ياك البنات. شكر راسو ياك اختي، وبنان هو اللي شكر راسو اختي واه. المهم وجدتها البنات دغيا عرفتوا، حطيت لهم يتعشاو وعجباتهم. عرفتوا كلاو هاي اختي الوليدات عجباتهم، وكاملين كليناها الصراحه. تا الكبار كلاوها. واخا انا صراحه عرفتوا في اتاي كيعجبني بزاف هكا، منين كنحط اتاي كيعجبني اختي نشرب اتاي وداكشي. المهم حطيت لهم حتى داك فلون كانوا ما كلاويش البارح، حطيته لهم اليوم اختي، قلت لهم والو ما تمشيو مننا تتاكلوا. ايوا صافي حطيت شويه د المكسرات هكا، مناضه برد اتاي وصافي. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. خليتكم على خير، بسلام عليكم.